بسم الله الرحمن الرحيم. سوف نتحدث عن الجوامع والمساجد في عصر الدولة الفاطمية. ويتجلى ازدهار الاقتصاد المصري في الدولة الفاطمية في تلك المجموعة الكبيرة من المساجد والجوامع التي تم إنشاؤها زمن هذه الدولة، ويأتي على رأسها الجامع الأزهر، وهو أول جامع للدولة الفاطمية في مصر، وقد وضع أساسه سنة 359 هجريا، وقد اهتم به الخلفاء الفاطميون. فيذكر أن الخليفة الحاكم بأمر الله اهتم به وزاد فيه وأحدث فيه بعض التعديلات، ووقف عليه أوقاف كثيرة حتى يضمن تدبير مورد مالي ثابت للإنفاق عليه حتى يستمر في أداء وظيفته كجامع وجامعة. وقد أوقف عليه كثيرا من الأراضي الزراعية والعقارات والمباني والدور والقياصر وغير ذلك. وقد تم تجديد الجامع في عهد الخليفة المستنصر أيضا، ثم جدده الخليفة الحافظ لدين الله وأنشأ فيه مقصورة بجوار الباب الغربي عرفت بمقصورة فاطمة، يعني فاطمة الزهراء. وقد تعاقبت الزيادات على الجامع طوال العصر الفاطمي، وتحول الجامع الأزهر من مسجد للصلاة ونشر المذهب الشيعي إلى مركز من أهم المراكز العلمية في العالم الإسلامي في ذلك الوقت. ومن الجوامع الفخمة جامع القرافة الذي شيد للسيدة المعزية زوجة المعز لدين الله وأم الخليفة العزيز بالله في سنة 366 هجريا. وقد اهتمت بأمر هذا الجامع وأسندت أمر تنفيذه إلى الحسن ابن عبد العزيز الفارسي المحتسب الذي استخدم المذوقين من البصرة، كما استخدم أمهر الصناع الذين استخدموا أجود الأصباغ. وقد جاء هذا الجامع تحفة فنية تشهد على عظمة البناء في العصر الفاطمي، وقد ألحق به بستان جميل وصهريق للمياه وحمام وبئر، وكان قبلة لأهل مصر يقصدونه لقضاء أوقات النزهة، كما يقصده الفقهاء لعقد حلقات المناقشة، كما كان ملاذا للمسافرين وإخوان السبيل يقصدونه لقضاء ليلتهم. وقد تزايدت حركة التشييد والبناء في عهد الحاكم بأمر الله، فمن الجوامع المشهورة التي تم تشييدها زمن هذا الخليفة جامع راشدة الذي بدأ في تشييده سنة 393 هجريا. ومن الجوامع المشهورة في عهد الحاكم جامع المقص، والذي شيده الخليفة على شاطئ نيل مصر بمنطقة المقص، وأوقف عليه أموالا كثيرة للإنفاق على عمارته وفرشه وترميمه. ومن الجوامع التي بنيت في العصر الفاطمي الجامع الأقمر الذي بناه الخليفة الآمر بأحكام الله ووزيره المأمون البطائحي، ويعد من أجمل المنشآت المعمارية. وكان قصر الخليفة الآمر اكتمل تشييده سنة 519 هجريا، وقد أوقف عليه أوقافا، ويعد من مفاخر العمارة الفاطمية، ويمتاز بأنه من المساجد المعلقة حيث بني تحته حوانيت وألحق به حوضا لشرب الدواب. وكانت واجهته الغربية غنية بأجمل أنواع الزخارف، كما تفرد باشتماله على طاقات وعقود ومقرنصات تنسب إلى الطراز الفارسي قائمة على أعمدة من الرخام. أما السقف فكان يشتمل على عدد كبير من الكابوات صغيرة الحجم. وكانت الظاهرة المميزة في هذا المسجد هي المحراب المقرنص. ومن الجوامع الفاطمية أيضا جامع الصالح طلائع الذي بناه الملك الصالح طلائع بن رزيق وزير الخليفة الفائز بنصر الله، وكان يشير إلى تقدم فن البناء الفاطمي حيث اشتمل على مميزات معمارية فواجهته كانت كلها من الحجر. وواجهته الغربية ووجهته الغربية كانت لا نظير لها في جميع مساجد القاهرة من حيث تصميمها. وكانت الزخارف والنقوش في هذا المسجد تدل على مبلغ ما وصل إليه فن الزخرفة من الرقي في ذلك العهد، كما أن بابه الرئيسي يعتبر أقدم باب نحاسي في مصر. وقد بنى الصالح لهذا المسجد صهريقا عظيما يمتلئ زمن فيضان النيل. وفي وزارة الجرجائي تم ترميم قبة الصخرة وتجديد فسيفسائها على يد أحد الفنانين المصريين. وتقدمت العمارة الفاطمية وازدهرت في عهد بدر الجمالي الذي شجع على العمران. ومن ضمن إنشاءاته تجديد جامع العطارين بالإسكندرية، وإنشاء جامع المقياس، والجامع العتيق بإسنا، ومسجد أمير الجيوش بأعلى جبال المقطم،
ومشهد الإمام الحسين بعسقلان، كما عمر الجامع الطولوني والمسجد النفيس ومسجد العمري بالمحلة الكبرى. وإلى اللقاء في الموضوع القادم إن شاء الله، وشكرا على حسن الاستماع.